السلام عليكم. كيبدا الفيلم ديالنا بفيلم مليونير فرنساوي كيعجبو الفن والموسيقى، ولكن ما كيقدرش يتمشى بسبب واحد الحادثه كانت وقعت ليه. كان خدام عنده واحد السيد سميتو دريس، كيكون مرافق ديالو كيعاونو في اي حاجه، كيكسيري بالطوموبيل باش يخلي فيليب ديما يعيش شي حوايج جداد. شويه كيشوف البوليس تابعينه وكيتراهن مع فيليب $100 باش يهرب منهم، كيشدوه في الاخر ولكن والو خونا جلاخه كيزيد يتراهن معاه على انه الشرطه هي اللي غادي توصلهم فين بغاو ب $200 وباللي غادي يخليهم يعرفوا بلي راه ما عندوش البيرمي. كيخرج من الطوموبيل ما كيعاملوش مزيان حيت كيحسب لهم داير شي حاجه، ولكن هو كيعربط عليه حيت هو المساعد ديال هذا الشخص اللي في طوموبيل اللي ما كيقدرش يتمشى، وكيوريهم الكرسي المتحرك ديالو. كيكذب عليهم وكيقول لهم باللي فيليب جات واحد السكته دماغيه وكيكسيري غير باش يوصلوا للسبيطار، ولا زاد تعطل شويه راه السيد غادي يموت. وفيليب حتى هو كيمشي معاه في هادشي وكيبدا يمثل. البوليس كيشوفوا هادشي وكيقولوا لهم باش يركبوا معاهم وغيبقاو معاهم حتى وصلوهم. خونا كيفرح حيت ربح الفلوس ديال الرهان، وفيليب حتى هو فرحان حيت غيكون مستمتع وهما غاديين بسرعه. كيوصلوا للسبيطار والبوليس كيمشيو وكيعافطوا ثاني. رجعوا شويه اللور فاش كان فيليب كيقلب على شي مساعد باش يقابلو. كيكونوا بزاف ديال الناس تقدموا لهاد الخدمه، وهذه ميكالي هي المساعده ديالو اللي غادي تقابل مع هاد الناس. كيبداو يدوزوا فيهم. فيليب ما كيعجبو حتى شي واحد منهم، وفي هاد اللحظه دريس كيكون برا جاه الملال، وقف كيتمنظر ضرب على واحد البيضات ديال الذهب وقرر باش يسرق وحده منهم. كتوصل نوبته كيدخل عندهم وكيقول لهم بلي انا ما مهتمش لهادشي، بغيتكم غير تسنيو ليا في الورقه اللي كيبان فيها بلي راه تقدم الخدمه عنده باش ياخذ فلوس ديال الاعانه الاجتماعيه. فيليب كيرفض يعطيها ليه، ولكن كيعجبو حيت دمه خفيف وكيخلقها من والو، وكيقول لي اجي غدا نوقعها لك. خونا كيخرج فرحان وكيرجع لدارهم اللي ما شافها 6 شهور هذه، اللي كتكون كبيره بزاف لدرجه ما كيدخلش. كيبقى يتسنى في موجي وكيشوف خوه نازل من واحد الطوموبيل وكيعرفوا باللي خدام مع التجار المخدرات. من بعد كنشوفوا موجات عنده وكيجبد لها واحد البيضه باش يتصالح معاها، ولكن هي كتكون كاعيه عليه حيت عمره سول فيهم وكيكون ماشي تلهيه، وكيبغي يعاود ليها وكيتنادم مع الحال وكيدير بالناقص. كينوض يغيرها من الدار، كيمشي عند شي متشردين وكيبقى مريح معاهم حتى الصباح. شويه كيقصد القصر، كتستقبلو دايمون وكتبدا توريه في القصر، وهو كيقول لها انا بغيت غير الورقه، علاش كتوريني هادشي؟ كيبدا يضحك معاها وكيقول لها انا ما باغيش نشري القصر اليوم حتى مره اخرى. كتقولي باللي فيليب طلب منها باش توريه البيت اللي غيولي ديالو. كيتصدم كيفاش بيت بحال هذا غيكون ديالو بهاد الحمام وهاد اللوحات الفنيه. من بعد كتدي عند فيليب وكيعرض عليه باش يخدم عنده، واخا ما عندوش تجربه ولكن حيت عجبو كيقول ليه يجرب غير شهر وإلا قدر يكمل غيوظفو. كتوريه ديمون كيفاش غادي يخدم وكاع المهام اللي خاصو يدير. صاحبنا كياخذ هادشي بحال اللعب لدرجه واحد المره كيعيط ليه فيليب وما كيجاوبوش، ومره اخرى كيكب ليه اتاي سخون على رجليه وكيتعامل معاه بحال انسان عادي، وهادشي اللي عجب فيليب. من بعد كنشوفوا دريس كيقرا في الرسائل ديال فيليب، وكانت واحد الرساله ديال المحامي كيقول لي بلي خاصو يقابلو، ورساله اخرى في جوا احمر، ولكن فيليب كيتوتر وكيقول ليه ما يفتحهاش. شويه كيكون دريس كيدوش وكتدخل عليه ديمون باش يوجد راسو حيت غيشوفوا المحامي. بالصدفه كتضرب على الصاك ديالو في واحد الموس، كتخاف وكتقولها للمحامي، وهما غاديين عند المحامي كيجيبوا ليه واحد طوموبيل خاصه بالمعاقين باش يركبوا اللور. دريس ما كيعجبوش هادشي، كيقول ليه غندير طوموبيل اخرى وغتركب القدام. كيفرح فيليب بهادشي، وهما خارجين كيلقاو الطوموبيل ديال جارو موقفه في الباب، وكيقول لي بلي راه حضروا شحال من مره باش ما يبقاش يوقفها تما. كينزل ليه دريس كيهددو باش يحيدها وما يبقاش يوقفها مره اخرى في الطريق. كيوصلوا عند المحامي وكيقول لي باللي خايف عليه من دريس، وباللي يقلب على المعلومات المتعلقه به ولقاه شافر ومدوز 6 شهور ديال الحبس. فيليب كيقول لي انا باغي شي واحد بحاله اللي يكون كلشي كيخاف منه، وهو كيعاملني بحال صاحبه وزيد وزيد. المحامي كيفهم بلي راه ما يقدرش يقنعو وكيمشي. من بعد كنشوفوهم مشاو لواحد المعرض، وفيليب كيبقى سايف واحد اللوحه اللي منقطه بشويه ديال الدم. دريس كيجيه الملل وكيبدا يضحك عليه وكيقول لي كيفاش بقيتي ساعه في لوحه بحال هذه. هنا فيليب غيسولو علاش الناس مهتمه بالفن، كيجاوبو حيت عباره على بيع وشراء. كيضحك عليه فيليب وكيقول لي حيت هي الاثار الوحيد اللي كيبقى من بعد ما كيموت الانسان. كيرجعوا للدار كيجلس دريس ياكل مع دايمون، وتما كيكون كيسمع الهضره ديال فيليب مع الخدامه، وهو مستمتع حيت كتكتب ليه الشعر اللي كيقول، ولكن دايمون كتقول ليه حشومه دير هكا وكتقطع الصوت. كيسول على هاد الرسائل وكتقول ليه على البنت اللي كيبغي واللي سميتها الينور، وبلي علاقتهم غير كتبه بالرسائل وعمره شافها. كيجي هادشي في شكل وكيبدا يضحك وهو ناعس. كيسمع الصوت ديال فيليب هو بحال مخنوق، كيبغي يرجع ينعس ولكن الضمير كيأنبو وكيمشي يطل عليه. كيلقاه طالع عليه السخانه، كيبقى معاه ويدير ليه في الفوطات المرطبين على راسو. كيعيا وكيقول لي باللي محتاج يشم شويه ديال الهواء. كيركبوا فوق الكرسي ديالو وكيخرجوا الشوارع ديال باريس يدوروا. كيرتاح فيليب وكيقول لي باللي هذه الحاله كتجيه مره. دريس كيقول لي باللي خاصو يحيد منه هادشي حيت ما يستاهلش، وكيعطيه كمي معاه وكيقول
كيجلسوا في واحد القهوه وتما كيعاود ليه على مراته وكيفاش تلاقاها في لافاك وكانوا باغيين يولدوا، ولكن طاح ليها الولد شحال من مره ومن بعد جا واحد المرض وماتت، وكيقول ليه يرجع ليه البيضه اللي سرق حيت كانت كتعطيها ليه مراته كادو في كل عيد ديال زواجهم. صاحبنا كينكر وكيقول ليه بلي راه غادي يقلب عليها، وكيعاود ليه كيفاش واحد النهار كان الجو فيه العاصفه وبغى يتلاح بالباراشوت وتما جاب الربحه ولا في هذه الحاله. من بعد دريس كتعيط ليه اختو وكتقول ليه بلي خو تشد وخاصو يخلص كفاله باش يخرج، تما كيقول لها بلي غيدوز عندها وبغاها تقلب ليه في الدار على البيضه ديال الذهب. كيمشي لعندها المدرسه ولكن كتكون ما لقاتش البيضه، كيكعى حيت كان باغي يرجعها لفيليب. كيوصلها للدار وكيمشي يخرج خوه اللي عند راسو ماشي غلط حيت ما كانش عنده شي حاجه كثيره ديال المخدرات، كينصحو يبعد من هاد الطريق وكيقول ليه يركب في الطوموبيل. كيرجع للقصر وكيجلس مع فيليب وهو كيكتب الرساله لايلنور وكيبدا مطلعها عليه وكيقول ليه خاصك تشوفها وتصور تكون خايبه. فيليب كيقول ليه ما كيهمش هادشي، المهم هو انني باغي نتزوج بها. كانوا دريس يصوني عليها من التليفون فيليب، وفيليب كيطلبوا باش ما يديرهاش ولكن هو اللي في راسو كيخليه هادر معاها وكيخرج. وهنا كنشوفوا صاحبنا فرحان حيت سمع صوتها. نهار الاخر في دار الاوبرا تما كيحاول يقنعو باش يصيفط ليها تصويرته وحتى هي تصيفط ليه. كيمشيو للدار وكيقلب دريس في التصاور ديال فيليب وكيختار وحده يصيفطها ليها. شويه كنشوفوا بنته ليزا كتدخل على دريس لبيته، كيكون كيرسم في واحد اللوحه في شكل وهو ما كيعجبوش الحال حيت ما دقاتش في الباب وكتهضر معاه بواحد الطريقه خايبه. كيمشي يقولها لفيليب كيهضر معاها باش تبقى تحترم الناس اللي كبر منها. كيبان دريس كمل اللوحه ديالو وكيعرضها عليه وكتعجبو. في الحفله كيمل دريس من الاغاني اللي كدير هاد الفرقه، كيبغي يقنعو فيليب باش يبقى بلي هادشي زوين، كيبقى يبدل في الاغاني والو. كينوض كيقول لي غنسمعك شي حاجه مزيانه ديال ولد الحوات وكيطلق موسيقى شعبيه وكيبدا يشطح وكلشي كيتحمس وكينوضوا يشطحوا معاه وكيبان بلي فيليب فرحان بزاف. دريس وهو طالع لبيتو كيسمع ليزا كتبكي، كيسولها مالك، كتقول لي بلا راه خطيبه تفارق معاها وعايرها وكطالبو يمشي يهضر معاه وكيوافق. من بعد هو كيمشي عند دريس كيوريه الرساله اللي مصيفطه ليه ايلنور وكتقول ليه فيها بلا راه غتجي عنده لباري وتلاقى معاه. دريس كيحفزو واخا هو كيتوتر وكيخاف ما يعجبهاش. شويه كنشوفوا فيليب جالس كيتسنى في ايلنور مع الخدامه ديالو. في هذا الوقت كيكون دريس مشى عند خطيب ليزا كيشنق عليه وكيقول ليه بلي خاصو يعتذر منها ويتهلا فيها. خونا كيخاف وكيقول ليه ما يكون غير خاطرك. في القهوه كنشوفوا فيليب كيحس براسو ماشي هو هذاك وكيقول لها يلاه نمشيو وكيصوني لفيليب كيقول ليه غنمشي وما تسولنيش علاش. في هذه اللحظه كيكون دريس جالس كيشوف فمو وهي خدامه وما كيقدرش يمشي عندها وكيمشي عند فيليب. كتوصل ايلنور وما كتلقاش. في هذه اللحظه كيمشيو يسافروا بالطياره الخاصه به وكيعطيه فلوس اللوحه وكيقول ليه كنت عارف راسي فنان وعندي موهبه وكيبقاو ضاحكين. شويه كيوصلوا لواحد البلاصه مخصصه للباراشوتات، كيبدا يلبس فيليب اللبسه ودريس كيخاف وكيقول لي انت راك حمق ولكن هو ما عنده ما يخسر. كيزعمو يركب معاه واخا كيكون خايف وكيطيروا وكيبقاو مستمتعين في السما. كيرجعوا للدار وكيلقى خوه وغادي يعرفوا باللي راه طاح في شي مصيبه كبيره وهادو بلي راه غادي يتكرفسوا ليه على العائله ديالو. فيليب كيسمع هادشي وكيعرف باللي دريس غيمشي وتما كيقول لي ممكن يمشي حيت ما يمكنش يبقى حياته كامله مقابل واحد بحاله. هنا كيعاود ليه دريس باللي هذيك ماشي مو وباه الحقيقيين وباللي هادوك غير عمتو وعمو ما كانوش كيولدوه تبناوه من دوله السنغال ومن بعد قدرت تولد بزاف وقرر باش يخوي الدار. من بعد كيتعين واحد المساعد جديد لفيليب واخا هكا كيكون ما عاجبو ما والو وغا كاعي وحش دريس اللي كيكون رجع لعائلته وكيدبر في واحد الخدمه جديده. واحد النهار كيمرض فيليب وكيقول لهم جيبوا ليه دريس. كيجي عنده كيهزو في الطوموبيل وما كان غير كسيري. وهنا كيرجعوا للبدايه ديال الفيلم فاش كانوا راكبين في الطوموبيل وتبعوهم البوليس وقدروا يهربوا منهم ومن تما تيمشيو لواحد لوطيل يبدلوا الجو وكيدير واحد القهوه زوينه وكيكون دار لي واحد المفاجاه ومعيط لإلينور باش تجي عندهم وكينوض وكيقول لي بلا ما يعول يهرب بحال المره اللي فاتت وكيمشي ويخليه. ومن بعد كتجي إلينور وكتجلس معاه وكتكون تقبل الحاله ديالو حيت هما مخطوبين وبغاو يتزوجوا. وكيبقى فيليب يشوف دريس وكيفاش غير ليه حياته وردو انسان شجاع بزاف. وهنا غادي يسالي الفيلم ديالنا ديال اليوم.